لم تعد التحركات الأمريكية في شمال شرقي سوريا مجرد إدارة لملف أمني تقليدي، بل تبدو جزءاً من إعادة ضبط أوسع للمشهد فرضتها تطورات أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية سورية في تدمر منتصف هذا الشهر ونسب إلى عنصر من تنظيم الدولة. هذا التطور أعاد ملف التنظيم إلى واجهة الاهتمام الأمريكي، إذ أشارت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا إلى أن واشنطن بدأت منذ أشهر اتخاذ إجراءات أمنية جديدة تتعلق بملف معتقلي تنظيم الدولة في السجون الخاضعة لسيطرة قسد، شملت نقل قيادات بارزة من سجني غويران والكم الصيني إلى سجون تخضع للسيطرة الأمريكية في العراق، في خطوة تعكس قلقاً متزايداً من اختراقات أمنية محتملة. خلفية هذه الخطوة بحسب المعطيات تعود إلى معلومات أمنية أكدت وجود اتصالات بين قسد وفصائل عراقية سمحت بتجدد نشاط بعض خلايا التنظيم داخل سوريا، ما دفع التحالف إلى إعادة تقييم طريقة إدارة هذا الملف. وتزامن ذلك مع تبادل معلومات بين الحكومة السورية والتحالف تضمنت تقارير عن فرار عناصر من تنظيم الدولة من سجون قسد واعتقال خلايا نشطة لاحقا داخل البلاد، وهو ما جعل واشنطن تتعامل مع هذا الملف بوصفه تهديدا قائما للاستقرار. في ضوء ذلك تتجه الولايات المتحدة إلى الدفع نحو تنسيق أمني مباشر بين قسد والحكومة السورية، يشمل تبادل المعلومات وتنسيقا ميدانيا في دير الزور، وهو مسار يقدم كخيار أمني، لكنه أثار اعتراضا داخل الإدارة الذاتية التي عبرت عن استيائها من ضغوط إدارة ترامب، معتبرة أن فرض الصيغ من الخارج يتجاهل تعقيدات الواقع السوري. اليوم تعيد إدارة ترامب ترتيب مقاربتها في شمال شرقي سوريا انطلاقا من أولويات أمنية وإقليمية ترى فيها الحكومة السورية الحالية شريكا محتملا لكبح النفوذ الإيراني ومنع تهريب السلاح نحو لبنان ومواجهة تنظيم الدولة. طبعا الهجوم الإرهابي الذي حدث في تدمر، أنا ما شفت أنه تنظيم الدولة تنظيم داعش الإرهابي تبنى هذا الهجوم. بالعادة تنظيم داعش على قنواته في السوشيال ميديا ومنابره الخاصة أنا ما شفت. إذا أنتم شفتوا تبني داعش لهذا الهجوم الإرهابي يا ريت يعني تكتبوا في التعليقات أو تبرزوا الوثيقة اللي بالفعل أنه تنظيم داعش الإرهابي بشكل رسمي تبنى هذا الهجوم. بعد كل هذه الأيام تنظيم داعش الإرهابي لم يتبنى الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أمريكيين جنديين ومترجم وجرح آخرين. طبعا نور الدين البابا الناطق باسم الداخلية السورية اعترف أنه هذا العنصر كان من الأمن العام وحاول يبرر أنه كان سيفصل، لكن يوم عطلة وشفتوا أنتوا المحزلة اللي سقط فيها نور الدين البابا أو أسقط نفسه فيها. طبعا الناظر إلى المشهد الواجهة الإعلامية والسياسية حول الجولاني قلة قليلة من الذين بقوا معه من جبهة النصرة حتى هذه اللحظة، أو من القاعدة ومن داعش ومن جبهة النصرة حتى هذه اللحظة القلة القليلة التي بقيت معه مخلصة لأبو محمد الجولاني. ما تبقى هم جولانيون جدد. نور الدين البابا كان يهاجم
أبو محمد الجولاني ويسميه أبو محمد الإيراني. حسن الدغيم كان يسميه نحكيها بالعراقي ولا بالإدلبي، كان بيسميه مجهول النسب وعميل مخابرات وما بعرف شو. معاذ محارب بيهاجموه وبيشتموه. مين كمان يعني لما كان معاذ محارب يشتم أبو محمد الجولاني كان رئيسه في القناة حمزة مصطفى. وبالتالي كل الموجودين حول أو أغلب الموجودين حول أبو محمد الجولاني شتموه ولم يعتذروا له عن الشتائم التي وجهوها له، لم يعتذروا. المهم نرجع لنور الدين البابا. نور الدين البابا كمسؤول كناطق رسمي باسم الداخلية السورية اعترف أنه هذا العنصر من عندهم، لكن كما رأيتم في تقرير تلفزيون سوريا لاحقا ويعني في تعريس إعلامي صريح وقح، شو كمان نسميه يعني الأداء الإعلامي، منيكة إعلامية، تعريس إعلامي، يستحق يعني لا عليكم، أنا أتحمل مسؤولية هذه التوصيفات. يعني نسب هذا الهجوم إلى أحد عناصر داعش، وداعش لم تعترف. يعني المهم لكي يبني عليها السردية رسمية، طبعا لقليق النظام الجولاني في السوشيال ميديا غسان إبراهيم ومن على شاكلته الكل بدأوا بتوجيه الأنظار نحو قسد، أنه خلص يعني قسد هي التي تتحمل مسؤولية هذا الهجوم، وهو عنصر من الأمن العام وانتسب إلى داعش من كذا شهر حسب ما قيل 6 أشهر وربما أقدم من 6 أشهر يعني. والنظام اعترف أنه هذا العنصر من الأمن العام وكذا، وربما حسب تقييمات نور الدين البابا أنه لديه أفكار متطرفة، على أساس نور الدين البابا من مناهضي العولمة ومن الداعين إلى يعني الحفاظ على البيئة وحقوق الحيوان وما بعرف شو، يعني كتير ليبرالي نور الدين البابا وحسن الدغيم والبقية، معتدلين هؤلاء يعني. والمهاجم الإرهابي هو فقط لديه أفكار متطرفة. نحن ما بنشوف الفيديوهات اللي بتطلع وكيف أداء تربية النشء والمدارس التي يتم فيها تربية الأطفال والنشء على منهاج القاعدة والداعش وأشبال الخلافة والقصص أي كلها، ما بنشوف هذا الموضوع يعني. المهم نور الدين البابا، النظام السوري الحالي، وزارة الداخلية بتقول هذا العنصر من عندنا، تلفزيون سوريا بيقول لا هذا من جماعة يعني قسد متورطة في هذا الخطوط، ويبني تقريرا مصورا سأحاول تلخيص الموضوع، وعلى أنه الأمريكيين بلشوا يفكروا بإعادة النظر في هذا الملف، ملف تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة هذا التنظيم. هذا التطور يعني أعاد ملف التنظيم إلى الواجهة الأمريكية. وطبعا مكافحة تنظيم داعش الإرهابي حتى هذه اللحظة لم يغب عن سلم أولويات الأمريكيين في سوريا والعراق، لم يغب حتى هجوم تدمر يعيد هذا الملف إلى الواجهة طبقا للتقرير اللي أنتم شفتوا. أصلا يعني كما ذكرت الملف لم يغب حتى يعود.
شو بتقول قناة تلفزيون سوريا، أو ماذا يقول تقرير تلفزيون سوريا؟ مصادر خاصة لتلفزيون سوريا ذكرت أن واشنطن ومنذ أشهر بدأت تبحث أو في ملف معتقلي داعش، ونقلت قادة أو بعض قادة التنظيم من السجون الخاضعة لقسد إلى السجون الأمريكية. طبعا وقاحة وسفالة ودناءة ورخص إعلامي أنه تنسب شيء لمصادر خاصة بمنتهى الرخص والاستسهال. بإمكانك أن تقول أي شيء ومصادر خاصة ذكرت لنا يعني كذا وكذا وكذا، وهذه المصادر الخاصة تنسجم مع السردية الجولانية الرسمية لحرف اتجاه الحدث وأنظار الناس عن نظام الجولاني وتعشش وتغلغل تنظيم داعش الإرهابي داخل المؤسسات الأمنية. إذا 15,000 عنصر تم تجنيسهم وتم توزيعهم على الجيش والمؤسسات الأمنية، بتكون داعش ما تتسرب يعني 15 يعني 1000 شخص من المقاتلين الأجانب. ضعوا جانبا يعني عناصر داعش من السوريين، هدلوني حطوهم على جنب، أما المقاتلين الأجانب أنتم جنستوهم يعني. فبمنتهى البساطة والرخص نسب هذا الكلام، هذه التوليفة إلى مصادر خاصة قالت لتلفزيون سوريا، ما قالت لأي قناة تلفزيونية أمريكية أو أوروبية أو رويترز أو أي وكالة أنباء محترمة، لا، مصادر خاصة خصت بتلفزيون سوريا هذا الكلام. مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن واشنطن ومنذ أشهر بدأت تبحث في ملف معتقلي داعش، ونقلت قادة التنظيم من سجون قسد إلى سجون أمريكية في العراق. ليش؟ يعني حسب التقرير يعني في خطوة تعكس قلقا متزايدا من اختراقات أمنية محتملة في قسد. طبعا لا يخلو الأمر، ما يعني قسد مش الكيان القوي العصي على الاختراق، لا، هنالك اختراقات للعصب الأمريكي، للجيش الأمريكي، للأمن الأمريكي، فما بالكم قسد. لكن قسد في أسوأ حالاتها أفضل بسنوات ضوئية من نظام الجولاني، وبلاها الأكاذيب يعني. هذا التعريس الرخيص بلاه يعني، أو يلا واصل ومش مشكل يعني. مهم بدأت منذ أشهر يعني تبحث في ملف معتقلي داعش لدى قسد، ونقلت البعض من قادة التنظيم إلى سجون أمريكية في العراق في خطوة تعكس قلقا متزايدا من اختراقات أمنية محتملة. ووجود معلومات، يكمل التقرير، وجود معلومات أكدت وجود اتصالات بين قسد وفصائل عراقية. شو هي هذه الفصائل؟ مصادر هذه المعلومات مش معروف، فقط لدى تلفزيون سوريا. وجود معلومات أكدت اتصالات بين قسد وفصائل عراقية سمحت بتجدد بعض خلايا تنظيم داعش داخل سوريا. فصائل عراقية سمحت بتجديد أو تجدد حركة ونشاط خلايا تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. طبعا إعلام الجولاني كثيرا ما كان يروج أنه لا، داعش انتهت وهي أكذوبة قسدية، ويعلقون عليها مبررات وجودهم وعدم اندماجهم، ما في داعش. الآن يحاولون تبرئة أنفسهم
وتحميل هجوم تدمر، تحميل مسؤولية هجوم تدمر لتنظيم داعش الإرهابي، وعلى أنه الموضوع جرى تنسيقه مع قسد وفصائل العراقية من هالكلام، يعني من هالكلاوات كله كذب بكذب. يعني شو كمان ما دفع التحالف إلى إعادة تقييم طريقة التعامل مع هذا الملف. مش صحيح هذا الكلام. يعني التحالف أعاد تقييم علاقته مع النظام السوري مش مع قسد، لكن هذه الحاضنة التي تتعامل مع هبت ولبت لبت، هيك تقارير تدغدغ لديها الأوهام والغرائز وترفع لديها منسوب التصديق للأكاذيب والأباطيل. ومش بس كمان تزامن ذلك مع تقارير بين الحكومة السورية والتحالف تضمنت معلومات حول فرار عناصر من تنظيم الدولة من سجون قسد. ترى إذا عناصر من سجون الدولة فرت من سجون قسد، عناصر تنظيم الدولة، عناصر داعش فرت من سجون قسد، لكان يعني الإعلام الأمريكي مطبول، والموضوع هذا الموضوع لا يخفى عن الأمريكيين، والأمريكيين مش محتاجين لتقارير من النظام الجولاني إنه والله شوفوا ترى هالعناصر هذلون هربانين من سجون قسد. طيب أين هؤلاء العناصر؟ شو أسماء؟ وهل اعتقلتهم السلطات السورية؟ يطالعوهم. تلفزيون سوريا خلي يطالع مقابلات حصرية مع 2 أو 3 من المقاتلين، مقاتلين تنظيم داعش الإرهابي، بالصوت والصورة، والسبق يكون لتلفزيون سوريا، يطالعوهم أنه بالفعل هذه العناصر هربت من سجون قسد، هي عناصر تنظيم داعش الإرهابي وهربت من سجون قسد. الموضوع ما يكون عبارة عن تقرير وتمرير معلومات كاذبة مضللة الهدف منها تبرئة ساحة نظام الجولاني، مسؤولية نظام الجولاني عن هجوم تدمر الإرهابي، وأنه تنظيم داعش موجود ومعشش ومتغلغل ومتمدد داخل سلطة الجولاني، وحرف الأنظار حول هذه المسؤولية السياسية والعسكرية والأمنية، وتحميل قسد مسؤولية ذلك. تصوروا لو أنه هذا الهجوم حدث في الحسك أو مع دورية مشتركة للأمريكيين وقوات قسد، إعلام الجولاني وتلفزيون سوريا والأخبارية وهدلون اللآليء الموجودين اللي بتشوفوهم يعني يتصدرون الشاشات، شو كانوا قالوا عن قسد؟ ماذا كانوا قالوا عن قسد؟ أكيد رح يقولوا نفس هذا الكلام الذي سترونه الآن.